بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا احلى متابعين؟ مرة تزوريني يا ريت تدوسي على كلمة اشتراك باللون الأحمر الموجودة تحت الفيديو، وإذا كنتي مشتركة يا ريت تفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة هنعمل صينية الكوسة بالفراخ. صينية بجد أكلة جميلة خالص وهتعجبكم وسريعة لما تكوني مستعجلة أو كسلانة ما تطبخي. الأكلة دي سريعة جدا مش بتاخد وقت، وطعمها جميل جدا. ممكن تعملي جنبها رز أو رز وسلطة، ما بتاخدش وقت وبتكون طعمها تحفة جدا، والكوسة طعمها حكاية. والفراخ بتكون شكلها زي المشوي بالظبط، شايفين لونها وجمالها. هنوريكم ان شاء الله ازاي تكون بنفس اللون ده. هنبتدي في طريقة عمل صينية الكوسة بالفراخ. هنا غسلت الكوسة كويس وقشرتها. بقشر الكوسة من بره وبعد كده بنبتدي نقطعها. زي ما قلت لكم مش بتاخد وقت خالص وسريعة وطعمها تحفة بجد، جميل جميل جدا. من الاكلات الخفيفة لان كله ني في ني، ما بنحمرش البصل ولا اي حاجة، فعشان كده بتكون خفيفة جدا وطعمها تحفة. وكل ما تكتري التوابل ليها زي الكزبرة الناشفة، الفلفل الاسود ممكن، وبرده الحبهان ورق اللورة. وانا هنا حطيت بهارات الفراخ في الصينية دي فادها طعم جميل جدا وسريعة. انت بتقشريها وتجهزيها وبتحطيها على النار تغلي وبعد كده نحطها في الفرن، او ممكن تحطيها في الفرن على طول وبيديها وبتاخد اللون ده من غير ما تحطيها تحت الشواية. بس اهم حاجة ما نكترش الطماطم وما نكترش الشوربة، لان الكوسة بتنزل شرب، بتنزل مية بعد ما تغلي. واهم حاجة تغسلي الفراخ كويس، الفراخ لازم يتغسل كويس يا جماعة، ويتنقع في محلول الملح والسكر زي ما قلنا قبل كده في طريقة الفراخ المشوي، لان السكر بيخلي لحم الفراخ طري جدا وما فيش، وجميل جدا بجد. المحلول ده بيخلي الفراخ طعم حكاية بجد. بعد كده قشرنا الكوسة، بعد كده هنبتدي نقطعها. قطعنا الكوسة وبعد كده هنبتدي بعد كده نجهز. كنت جهزت البصل وجهزت الطماطم عشان ما ناخدش وقت. بكون مجهزة البصل والطماطم وغسلة الفراخ ومتبلاها قبل كده. وكل ما تاخد الفراخ وتقعد الفراخ في التتبيلة كل ما يكون طعمها أحلى وجميل. طبعا الفراخ بنغسلها بالمية والملح والليمون والخل، وبندعكها بعد كده بالدقيق. هنا خلصت قطعنا الكوسة. هنبتدي في عمل صينية الكوسة بالفراخ. زي ما قلت قبل كده احنا بنكون مجهزة البصل. عملت حوالي 3 بصلات كبار. نص البصل هحطه على الكوسة، على صينية الكوسة دلوقتي اهو. بعد كده ابتدي احط التوابل على البصل. بعد ما حطيت البصل ببتدي احط التوابل على الصينية. التوابل بقى عبارة عن كمون وكزبرة ناشفة وفلفل اسود. برشها كلها على الصينية. وكمان بحط بهارات الفراخ بيديها طعم حلو. ممكن تحطيها ترشيها على الصينية، صينية الكوسة، على الكوسة، او ممكن تحطيها مع الفراخ. هنا انا حاطة في علب توابل التوابل اللي عندي، حاطة كل نوع وكاتبة عليه اول حرف من اسمه. زي الفراخ كاتبة اللحمة كاتبة لام عشان ما تلخبطش، لانه ما تقدريش تفرقي التوابل من بعضها. والسمك كاتبة سين زي كده يعني. حطيت معلقة توابل الفراخ. بعد كده انا كنت سايبة نص كمية البصل اللي انا مقطعاه، بتبل بيه الفراخ وبتبل فيه الفراخ بعد ما احضر الصينية دي. بعد كده حطيت البصل وحطيت التوابل وحطيت الملح. وهنا بحط معلقة سكر بيدي طعم حلو لصينية الكوسة.
وبعد كده بحط الطماطم، برضو بحط نص كمية الطماطم اللي انا عصراها ومجهزاها، والنص التاني بحطه على الفراخ. بس اهم حاجة متكتريش الصلصة عشان يكون لونها جميل. هنا بقلب الكوسة مع البصل مع الطماطم. بعد كده بجيب الفراخ وابتدي اتبلها بكمية البصل والطماطم اللي انا سايباها، واحط شوية توابل كمان عليها. هنا الفراخ الاول بفتحها كده بالسكينة عشان التوابل تدخل داخل انسجة الفراخ. بفتحها كويس، وبعد كده بحط البصل، كمية البصل اللي انا سايباها. وممكن تنعمي البصل اكتر من كده عشان الفراخ ياخد من طعم البصل. وبتبله كويس كده، واحط توابل الفراخ برضو معلقة، وكزبرة ناشفة، وبحط فلفل اسود. وهنا بحط الطماطم، وادعك الفراخ والتوابل والبصل كلها مع بعض كويس. وممكن تخليها نص ساعة على ما تاخد الفراخ من التتبيلة دي. بجد لما بتحطي وتعملي التتبيلة دي مع صينية الكوسة، الفراخ بتكون شكلها وطعمها زي المشوي بالظبط. هنا بحاول ادخل البصل والطماطم كله وكل والتوابل في الفراخ كويس، وادعكها كويس. بعد كده بجيب الفراخ وارصها على الكوسة. لون الفراخ ده والطماطم والصلصة اللي انا حطيتها على الفراخ بيديها الشكل واللمعان واللون المشوي بالظبط. طبعا بس لازم تختاري صينية كبيرة عشان الكمية كبيرة، تختاري اكبر صينية عندك عشان الصينية الكوسة والفراخ تكون مرتاحة كده وتغلي كويس في الفرن. هنا برش باقي التتبيلة، الطماطم والصلصة، معلش، الطماطم والبصل والبهارات اللي انا حطاها برشها فوق الفراخ. وبعد كده بدخلها في الفرن واسيبها تستوي براحتها. بس انا بحط شوية مية صغيرة على الفراخ دي او على الصينية دي عشان تغلي كويس. بنحط شوية صغيرة لان الكوسة بتنزل مية برضو منها، والكوسة مش بتحتاج مية كتير. بحط المية كده شوية صغيرة، وبعد كده بدخلها في الفرن ونسيبها تستوي براحتها. وطعم الفراخ كان طري جدا بسبب المحلول اللي احنا حطيناه. وده شكل الفراخ بعد ما طلع من الفرن، شايفين شكله زي المشوي بالظبط. بجد كان طعمه جميل جدا، ولحمه طري جدا بسبب محلول الملح والسكر اللي انا بخليه في الفراخ نص ساعة. بجد جربي الصينية دي هتعجبكم خالص. سريعة وما بتاخدش وقت خالص معاكي. ممكن تكوني مش قادرة تحضري الغدا ومستعجلة، فالصينية دي مش بتاخد وقت وسريعة وجميلة جدا، وهتعجب الأولاد خالص. أو تكوني راجعة من الشغل ومستعجلة عايزة تحضري الغدا بسرعة، فممكن تعمليها هي لغاية ما تستوي الصينية تكوني عملتي الرز والسلطة. يا رب الوصفة دي تعجبكم. إذا عجبتكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة. وإلى اللقاء في وصفة تانية في رعاية الله.